تعالى في دقيقه واحده بس اقول لك ازاي تستلم من السباك تاسيس مواسير التغذيه بتاعتك. عد بقى معايا. اول حاجه هتاخد الشرب بتاعك وتنقله بميزان الخرطوم وتشيك عليه كويس جدا. تاني حاجه هتستلم مخارج الخلاطات بتاعتك وتشوف قطر كل مخرج قد ايه وكمان تشيك عليهم كويس جدا. تالت حاجه ودي اهم حاجه، استلم اماكن تحطيط مخارج الخلاطات بتاعتك. هتطابق كل مخرج وتشوف مكانه على اللوحه وتطابقه بالحقيقه وتعمل حسابك في 5 سم سمك المونه والسيراميك اللي هيركب. على افتراض مثلا ان انت قست مخرج خلاط الشاور الاكس بتاعه على 1.5 متر من الحيط، يبقى المفروض على اللوحه تلاقيه ناقص 5 سم، تلاقيه 145 سم بالظبط. وال5 سم دول لسه هيجوا معاك وانت بتركب السيراميك بتاعك. اوعى تنسى تستلم المناسيب بتاع مخارج الخلاطات اللي شرحتها لك في الفيديو اللي فات. عند مخرج خلاط الحوض ما بين السخن والبارد المفروض المسافه ما تقلش عن 10 سم وما تزيدش عن 12، والسخان ما بين 10 و12. مش هتفرق معاك المسافه قوي، انت كده كده هتركب بلاي اسباب. التويليت عنده مخرجين المسافه بينهم المفروض تكون في رينج 55 سم. كمان هتشيك على رأسيه المواسير وافقيته، وكمان المسافه ما بين السخن والبارد تكون واحده بالظبط. خلصت والدنيا تمام، بصيت على اللحامات بتاعتك وبصيت على المواسير وعرفت نوعها واتاكدت ان كل حاجه مظبوطه بالظبط، هتكلم الشركه وتيجي تعمل لك حاجه اسمها اختبار كبس خراطيم. وببساطه كده الشركه نفسها بتيجي وتعمل لك الاختبار ده مجانا. بنجيب الجهاز اللي انت شايفه بالمنظر ده ونطبب جميع المخارج بتاعته ونسيب مخرج واحد هنوصله بالجهاز. هنحط ميه وهنكبس بالدراع ونراقب دايما العداد. الكبس بيكون مره ونص قدره تحمل المواسير بتاعتي. فبديهي لو هتعمل اختبار جوه الشقه مختلف عن بره الشقه. جوه الشقه يكفيني ساعه واحده بس، وبالنسبه للعماره بالكامل المفروض 48 ساعه الكبس يفضل مستمر. ده الوقت اللي قايل عليه الشركه. بس لو في عيب او تسريب بيظهر معاك من اول 10 دقائق على طول. هتلاقي المؤشر بيعلى وبيرجع اول ما يكون في تسريب ينزل بسرعه تاني. وفي النهايه لو شغلك تمام الشركه بتطلع لك ضمان مدى الحياه مدته 10 سنين. انا محمود مختار وده كان فيديو النهارده. سلام.